طبعا انا لو حلفت لكم 100 مره ان البيتزايه دي من غير ولا معلقه دقيق عمركم ما هتصدقوني ابدا، وخاصه لو دقتوها، لانها نفس طعم البيتزا الاصليه بالظبط، وصحيه جدا وفي الخلاط يعني بدون عجن نهائي. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. ادي الخلاط اهو معانا. هنجيب 3 بيضات وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من الخل، وعليهم نفس المعلقتين الكبار من الطحينه الخام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم كوباية كبيرة من الجبنة القريش أو 200 جرام من الجبنة القريش. هنضرب الكلام ده لحد الخليط ما ينعم تماما، لازم يبقى ناعم كريمي زي ما احنا شايفين كده. هنجيب صينية مدهونة بالزيت، مش هنحط فيها أي حاجة، ولا هنرش عليها دقيق، ولا هنرش عليها سامولينا، ولا أي حاجة خالص. يدوبك بس ندهنها بدهنة زيت بسيط، وهننزل بالخليط ونفرده حلو في الصينية. شايفين الخليط كريمي ازاي؟ ضروري جدا نضرب الخليط لحد ما يبقى كريمي، ميبقاش فيه اي تكتلات خالص للجبنه معانا. تمام. هنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 180. هنحطها في الرف الوسطاني ونشغل فوق وتحت لو الفرن بتاعك بيشتغل الشوايه مع الفرن. لو ما بيشتغلوش الاتنين مع بعض هتشغلي تحت شويه وفوق شويه، يعني بتاخد لها تقريبا نص ساعه فوق وتحت مع بعض زي ما احنا شايفين. هنديها بس كده طبقه من على الوش علشان نعمل عليها كفر على الوش كده ونسوي الخليط. طبعا لما تستوي في الفرن ما نطلعهاش على طول، نسيبها 10 دقايق كده تهدى من سخونية الفرن، نعملها معاملة الكيكة. وهنجيب بقى صلصة البيتزا او باربيكيو او كاتشب او اي حاجة بتحبوا تحطوها توبيك على البيتزا. وهنجيب فلفل، هنجيب زيتون، حسب بقى الحاجات اللي بتحبوها، احنا ما بنحبش عليها الزيتون. وهنحط على الوش الجبنه الموتزاريلا، وهنشمع الجبنه الموتزاريلا بس في الفرن تحت الشوايه، مش هنحمر الجبنه الموتزاريلا، لان الجبنه الموتزاريلا المفروض بتسيح بس. وهنطلعها كده بقى وهنقطع كده. خلاص خلصت معانا البيتزا، سهله وصحيه 100%. يعني لو عامله دايت بجد اعمليها، ما فيهاش اي مادة دهنية نهائي، ولا فيها اي مخبوزات، ولا معجنات، ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم والله طعمها مش هتفرقوه عن اي بيتزا عادية خالص، طعمها تحفة تحفة. انا خلاص اعتمدت الطريقة دي من النهاردة. كل ما احب اكل بيتزا مع ولادي هعمل ليا صينيه من الصينيه التحفه الجامده دي. حقيقي هتعجبكم، جربوها حتى لو في صينيه صغيره، لانها فعلا فعلا تستحق التجربه. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ونورتوني. باي باي.